السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني الأعزاء في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتفعيل زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه كتير مننا في مجتمعنا، وهي الأنكل سبرين اللي هي التواء الكاحل. هنتعرف النهاردة على المشكلة دي وإزاي نتعامل معاها، وهنقدم شوية نصايح عملية نقدر نتجاوز بيها ونتعافى بيها من المشكلة دي. أولا، التواء الكاحل هو إصابة شائعة بتحصل إن بيحصل فيه تمدد أو تمزق في الأربطة اللي بتربط ما بين عظام القدم والساق زي ما هو موضح في الصورة. الأربطة دي مسؤولة عن استقرار المفصل ودعمه أثناء الحركة. دايما الإصابة دي بتحصل نتيجة حركة مفاجئة أو غير طبيعية للكاحل، زي إني وقعت فجأة أو إن حصل التواء مفاجئ أثناء المشي، أو أنا وبمارس الرياضة عملت حركة مفاجئة فأدت لحدوث المشكلة دي. الإصابة دي هي من أكثر الإصابات شيوعًا بالنسبة للرياضيين، وكمان قالوا إن هي كمان بتحصل بشكل أكثر في السيدات أكثر منها في الرجال. التواء الكاحل ليه درجات، وهو على حسب الإصابة شكلها عامل إزاي. أولا، الدرجة الأولى بيحصل فيها إن يكون بس مجرد تمدد بسيط في الأربطة، ما بيكونش حصل قطع، وبيكون في ألم خفيف إلى متوسط، بيكون في تورم معتدل، وبيكون في استقرار في المفصل إلى حد كبير، وبيكون مدة العلاج بتاخد من 4 ل6 أسابيع. الدرجة التانية بيكون في تمزق جزئي في الأربطة، وبيكون في ألم متوسط إلى شديد نسبيا، وبيكون في تورم وكدمات واضحة وصعوبة في المشي، ونسبة الشفاء بتاخد من 4 ل8 أسابيع. الدرجة التالتة بيحصل فيها تمزق كامل في الأربطة، وبيكون صاحبها كمان ألم شديد جدا وتورم كبير وكدمات وعدم استقرار في المفصل، وبيحتاج أحيانا إلى الجراحة، والشفاء فيها بياخد إلى 12 أسبوع. طيب إيه الأسباب والعوامل اللي بتمثل خطر واللي بتسبب لي مشكلة التواء الكاحل؟ أولا، الحوادث المفاجئة، وزي إني بيحصل هبوط للقدم بشكل خاطئ، زي إني وقعت من على من على سطح مرتفع، أو زي إني حصل انزلاق ليا على سطح غير مستوي، أو فقدت توازني بشكل غير مقصود، فده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى التواء الكاحل. رقم 2، الرياضة والنشاط. زي ما قلنا في أول الفيديو إن الإصابة دي من أكثر الإصابات حدوثا في الرياضيين، ودي بتكون أحيانا بتحصل نتيجة إن أنا مارست الرياضة وعملت رياضة معينة بدون إحماء كافي، أو زي ارتداء أحذية غير مناسبة للنشاط، أو التغيير المفاجئ في الاتجاه أثناء الجري. العوامل الجسدية برضو بتلعب دور كبير، زي ضعف عضلات الكاحل والقدم، زي وجود تاريخ سابق في لإصابة سابقة في نفس المنطقة، وزي قلة المرونة في الأوتار والعضلات المحيطة. عوامل نمط الحياة برضو ليها دور كبير، زي استخدام الكعب العالي بانتظام بالنسبة للسيدات، أو زي المشي على أسطح غير مناسبة، أو قلة النشاط البدني اللي بتؤدي لضعف العضلات الداعمة للمفصل. بنشخص الالتواء الكاحل عن طريق فحص سريري وفحوصات تصويرية. الفحص السريري بنقيم فيه شدة الألم ومكان الألم، بنشوف مدى انتشار الورم ده لغاية فين، وبنشوف كمان نطاق الحركة ومدى قدرة المفصل على الحركة، وبنختبر استقرار وفحص ثبات الأربطة. الفحوصات التصويرية أحيانا الطبيب بيقوم بطلب أشعة سينية أو رنين مغناطيسي، أو يقوم بعمل موجات فوق صوتية عشان يتأكد من قد إيه الإصابة مأثرة على المفصل. العلاج الأولي نقدر نقول عليه العلاج الذاتي، اللي المفروض أنا أتخذه بدون الرجوع للطبيب فيه، أو نقدر نقول قبل الرجوع للطبيب فيه، وهو من خلال 4 خطوات، كلها خطوات بسيطة وتختصر في كلمة رايس، حيث إن الآر تمثل الريست، الآي تمثل الآيس، الضغط يمثل الكمبريشن، والرفع يمثل الإليفيشن.
الراحة وهي من خلال تجنب الضغط على الكاحل المصاب طبعًا، والحد من الأنشطة اللي بتسبب أي ألم، واستخدام العكازات إذا لزم الأمر للمشي. استخدام التلج وهي من خلال كمادات باردة باستعملها لمدة من ربع لتلت ساعة كل ساعتين 3 في أول 48 ساعة لتقليل التورم والالتهاب. باستخدم كمان ضمادة مرنة لتثبيت الكاحل دون إعاقة للدورة الدموية، يعني إن أنا أربط ضمادة على مكان الإصابة ولكن تكون محكمة وليست يعني ضيقة جدا بحيث إن هي تمنع وصول الدم للمنطقة. رفع الكاحل فوق مستوى القلب عند الاستلقاء طبعا ده عشان أمنع حدوث تصريف لمفاوي بشكل صحيح، وعشان خاطر أقلل التورم بأكبر قدر ممكن. العلاج الطبيعي طبعا أنا لازم مجرد حدوث الإصابة دي معايا لازم أرجع طبعا لأخصائي علاج طبيعي، ومن خلال طبعا تعاملي في العلاج الطبيعي من خلال تمارين للحركة وزي تمارين للإطالة وتمارين للتقوية وتمارين للتوازن. دي كلها مش بس علاجية، كمان هي بتحميني من حدوث الإصابة دي مرة أخرى في حياتي بشكل كبير. النصائح اللي احنا نقدر نقدمها من خلال او ان انا هقدر ان انا اتلقاها او ان اقدر ان انا اتبعها من خلال النصائح اللي قدمها لي الدكتور العلاج الطبيعي هي التدرج في التمارين في العلاج. طبعا انا التمارين بتاعتي طبعا لازم ان انا في التمارين ابدا فيها بشكل تدريجي على حسب الحاله بتاعتي وعلى حسب انا الاصابه بتاعتي في انهي درجه. ان انا استخدام الادوات المساعده ليا من عكازات ودعامات دي طبعا على حسب توصيه الدكتور. الاستمراريه في العلاج طبعا ان انا استمر في التمارين، مش بس في بعض الناس اللي هو يقول لك انا طالما الالم اختفى يبقى انا خلاص كده اتحسنت 100% وان انا خلاص مش هرجع مش هكمل العلاج بتاعي، ولكن ده مفهوم خاطئ. ولكن لا، لازم اكمل ليه؟ عشان ده بيضمن لي استعادة القوة والمرونة الكاملة ومنع عودة الإصابة مرة تانية. المراقبة المستمرة طبعا ان انا وانس ان انا شفت اي علامات للالتهاب او الم متزايد او تورم جديد لازم ارجع فورا للطبيب المعالج. الوقاية خير من العلاج. طبعا أنا عشان أمنع المشكلة دي تحصل لي أصلا، أو إن هي أنا شايف إن أنا الإصابة دي حصلت لي قبل كده وأنا طبعا عايز أمنع إن هي تحصل لي مرة تانية، فلازم طبعا أتبع ارتداء أحذية مناسبة تمام للرياضة أو للنشاط اللي أنا بعمله، وإن أنا دايما أكون أحافظ على الإحماء قبل التمارين الرياضية لضمان الإطالة وتحريك تدريجي للمفاصل. تقوية العضلات طبعا، ودي طبعا زي من خلال التمارين اللي هتتابعها من خلال استشارة طبيب العلاج الطبيعي. والانتباه للبيئة طبعا من خلال ان انا اتجنب المشي على اسطح غير مستوية وللعوائق اثناء الحركة. اللي عايزين نطلع منه النهاردة بالفيديو اني عايزين نقول انه التواء الكاحل ده مشكلة شائعة ولكن قابلة للعلاج، ولكن من خلال العناية المناسبة والالتزام ببرنامج تأهيلي مناسب للحالة بتاعتي. التشخيص المبكر والسريع للحالة ده طبعا بيسرع الشفاء وبيمنع المضاعفات الطويلة المدى والإصابات المتكررة. وإن الالتزام بالبرنامج العلاج الطبيعي تحت إشراف الدكتور طبعا ده هو المفتاح للعودة الآمنة للأنشطة اليومية والرياضية، ومفتاح العودة مرة أخرى للحياة بشكل طبيعي. أرجو أن نكون أفدناكم، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.